السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كلام أحلام. إلا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة ديالي ما تنساوش ديروا أبوني اشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد. هذا البودكاست الهدف ديالو الأساسي والأسمى وأنا نوليو أحسن نسخة من نفسنا ونعيشوا الحياة اللي حنا كنتمناو. إلا كنتم مستعدين نبداو الحلقة ديال اليوم. واش عمرك حسيتي براسك ديما كتجري من ورا الناس وديما كتحاول ترضيهم بجميع الطرق الممكنه، ولكن ما عمر كتوصلك شي حاجه في المقابل؟ فيما كتوقف على شي واحد ما كتلقاش، وما عمر شي واحد عاملك بنفس الطريقه اللي كنتي كتعاملوا انت بها. كتحس بواحد الحزن، احباط، وشي مرات تقدر كاع تكون دائما بوحدك، وهذا الشيء يقدر يخليك تحس بالاكتئاب. الا كانت علاقاتك مع الناس بحال هكا فكن متاكد بانك داخل في واحد الدوامه اللي صعيبه وما غادي يخرجك منها الا نظريه تخليهم، نظريه اللي مبنيه على انك تخلي على الامور اللي انت ما تقدرش تحكم فيها. انت بالضبط اللي كيبغي يتحكم في كل شيء. الا طبقتيها غادي تشوف حياه اخرى وغادي تبدل النظره ديالك باش كتشوف الحياه. انا شخصيا كنت كنعرف واحد الصديقه ديالي كانت كتقرا معايا في الوقيته ديال الجامعه، وكانت هاد البنت واحد البنت اللي حنينه وظريفه بزاف، كتعطي بدون حدود، وسبحان الله كانوا عندها بزاف ديال الاصدقاء دائما دايرين بها، دائما كيكونوا معاها، ولكن ملي كنشوفها هي محتاجه لشي واحد ما كتلقى حتى واحد في جانب ديالها، ديما بوحدها وحزينه ودائما كتشكى ليا منهم. ولكن واحد الوقيته ما بقيناش تلاقينا بزاف وعاود شفتها من موراها تقريبا بشي عام، ولكن لاحظت البنت اللي كانت قدامي مش هي البنت اللي كانت معايا في الجامعه، تبدلت بزاف وحسيت بها ولات عندها شخصيه اقوى. ملي سولتها قالت لي طبقت نظريه خليهم ولا نظريه let them theory. ما بقيتش كنركز على الامور اللي كتضرنا وما بقيتش كنحاول نتحكم في الناس ولا نتحكم في الاراء ديالهم، ومن تماك شريت السلام ديالي الداخلي. صراحه الجواب ديالي عجبني بزاف، لان هاد النظريه فكرت انها تقدر تانسبيري بزاف ديال الناس، خصوصا واحد النوع ديال الناس اللي كيبغيو يتحكموا في كل شيء وكيبغيو الامور تكون كيف ما هما بغاو، يبغيو كاع يتحكموا في الاراء ديال الناس، الافكار ديالهم، كيفاش كيشوفوهم، وما كروش يشدوا الناس ويقولوا لهم لا انت خصك تحترمني بزز وانت خصك تعمل معايا بزز بطريقه مزيانه. هاد الناس بالضبط اللي كيديروا هاد الشيء كيجلبوا لحياتهم التوتر، التعب، لو ستريس وبزاف ديال الامراض النفسيه. داكشي باش let them theory تقدر تعتق حياتك. شنو كتقول هاد let them theory وكيفاش نقدروا نطبقوها في الحياه ديالنا اليوميه بخطوات بسيطه؟ هاد الرغبه ديالك في انك تحكم في الناس وفي انك ترضيهم وفي انك تفكر فيهم قبل ما تفكر في راسك ما غادي تجيب لك الا الالم والتعاسه. تقدر تحكم في شخص واحد، راسك، نفسك، تصرفاتك وافكارك. let them theory كتهضر على هاد الشيء. نظريه let them theory كتقوم على واحد الفكره بسيطه جدا، سهله ومفهومه. خاصك ما تبقاش تبغي تتحكم في اي حاجه، واللي ما عندكش عليها لو كونترول ولا اللي ما تقدرش تسيطر عليها خليها، بحال مثلا الاراء ديال الناس، الفكرات ديالهم، المعتقدات ديالهم، الطريقه ديال التعامل ديالهم، الاجوبه ديالهم، الاحلام ديالهم، الافكار ديالهم، الطريقه ولا النمط ديال العيش ديالهم. هادشي كامل انت ما تقدرش تتحكم فيه لانه ما كيخصكش. انت تقدر تتحكم في حاجه وحده اللي هو نفسك. انت تشو على ما اونيكمون على راسك. دوك المحاولات ديالك في انك تتحكم في الناس الاخرين محاولات فاشله وما غادي تجيب لك الا التعاسه والحزن. غير شنو كتعني؟ الا شي واحد ما كيجاوبش على لي ميساج ديالك خليه. الا شي واحد عيتي ما تقنع فيه يتعامل معك بواحد الطريقه انه يحترمك، يسمع ليك ويقدرك ويدير على قبلك مجهودات، ما بغاش خليه. الا كنتي في واحد المجموعه ولا في واحد البلاصه واحد السيده دائما في العائله في الخدمه ولا صاحبتك دائما كتحاول تطيح منك وتستفزك وكتبغي ديما تجبد منك الاسوأ، ما تجاوبيهاش، تجاهليها وخليها. الا الناس اللي دايرين بيك دائما كيحاولوا يطيحوا منك وكيعطيوك انتقادات اللي صعيبه وخايبه وشي مرات كاع قدام الناس، خليهم، تجاهلهم، ما تجاوبهمش وخليهم. الا كانوا الناس اللي دايرين بيك ما تيامنوش بالافكار ديالك وكيقولوا لك شوف هاد الطريق اللي انت غادي فيها راه ماشي هي هذيك، ولكن انت الحس ديالك كيقول لك العكس، ورافضين باش انهم يشجعوك، خليهم، شجع انت راسك. الناس غادي ديما يختاروا داكشي اللي كيناسبهم هما وداكشي اللي كيريحهم هما، والمهمه ديالك الحقيقيه ماشي تبدلهم وماشي تضغط عليهم وماشي تقنعهم يتعاملوا بواحد الطريقه معينه. المهمه ديالك الاساسيه والحقيقيه هو انك تركز على نفسك وتكونسونطرا على راسك وتطور من راسك انت، ويكون ديما التركيز ديالك على السلام ديالك الداخلي وعلى راحه البال ديالك.
راحة البال راه ما تتقدر بحتى ثمن. ولا كنتي عايش في واحد السلام داخلي فكن متاكد بانك كتطبق نظريه تخليهم بطريقه غير مباشره. اول سؤال غادي نسولو راسنا، علاش حنا كنحاولوا نتحكموا في كل شيء؟ وعلاش عندنا هاد الرغبه الكبيره في اننا نكونتروليو الامور ويكون عندنا واحد الواقع على كاع الناس ونكونوا كنتحكموا فيهم وبغينا ما يفكروا بواحد الطريقه وبغينا داكشي يكون بارفي. هادشي يقدر يكون ناتج اولا على الطفوله ديالك. كيفاش عشتي كطفل؟ كيفاش كبرتي؟ واش كنتي كطفل كتنتقد بزاف؟ واش كانوا والديك كيدفعوك على انك تكون مثالي باش يبغيوك؟ هادشي يقدر ياثر عليك بطريقه مباشره ملي تكبر وغتولي كتحاول ترضي اي واحد باي ثمن. وهذه واحد الحاجه اللي ما مزياناش بزاف، لانك ما تقدرش تعجب كل شيء وما تقدرش تكون مثالي. لا بيرفيكسيون نيكزيست با، والكمال لله سبحانه وتعالى. ما تقدرش تكون انسان كامل، ضروري غادي تغلط، ضروري غادي تكون في طور التعلم. يعني الانتقاد واحد الحاجه اللي يمكن تكون بوزيتيف شي مرات، ما خصكش تاخذها على محمل الجد دائما، خاصك تاخذها تاناليزيها وتفهم شنو كيعنيو الناس بهذاك الانتقاد. وماشي دائما كيكون عندهم الصح، لانهم كينتقدوك على اساس داكشي اللي هما بغاوك انت تكون، ماشي على اساس داكشي اللي انت خاصك تكون. الرغبه ديالك في السيطره على كل شيء جايه من واحد الجرح ديالك اللي خاصك تداويه وخاصك تعرفه وتفهمه باش ما تبقاش تجري من مورا الارضاء ديال الناس. هذاك الطفل كان في الطفوله، دابا شخص جديد، وما خاصكش تخلي الماضي ديالك تابعك، لانك الا ما تحررتيش منه فهو غادي ياثر لك على الحاضر ديالك وبطريقه غير مباشره غادي ياثر لك حتى على المستقبل ديالك. كانوا كاملين كيوصلوا واحد الافكار بان المثاليه هي الطريق الوحيد باش اننا نكونوا ناجحين. ولكن شنو هي المثاليه؟ المثاليه واحد الحاجه اللي ما كايناش. كل واحد عنده المثاليه على حسب المعتقدات والقيم ديالو. ما يمكنش حنا كاملين نكونوا كنتشابهوا ونكونوا كاملين داخلين وكنعيشوا في قالب واحد، سي امبوسيبل. داكشي باش محاولاتك الدائمه باش انك ترضي الناس غادي تكون دائما فاشله. الوحيد اللي خصك ترضيه هو نفسك. وهذا الرغبه ديالك في انك تسيطر على الامور وعلى الناس على المواقف ما كتجيب لك الا التعب والتوتر والحزن، وكتبقى دائما في واحد الحاله ديال الاحباط لانك ما غاديش تقدر توصل داكشي اللي بغيتي. الوحيد اللي تقدر تحكم فيه في هذه القصه هو المعتقدات ديالك، التصرفات ديالك، السلوكيات ديالك، الافكار ديالك فقط. اما الناس، المواقف، الاراء، الافكار، هذوك الحوايج ما عندكش انت عليهم لو كونترول. داكشي باش حرر راسك وقول مع راسك خليهم. اللي تعامل معايا بواحد الطريقه ماشي مزيانه خليه، نتراسي الحدود ديالي، احترمهم مرحبا، ما احترمهمش خليه. ما تبقاش دائما في صراعات، داكشي كياكل منك وكياكل من الطاقه ديالك وما غادي يزيدك الا ضرر في ضرر. وشي مرات يقدر هادشي ياثر عليك بواحد الطريقه اللي كبيره، تعاني من اكتئاب وتضر الصحه النفسيه ديالك اللي هي واحد الكنز مهم اللي هو اللي كيخلينا نفيقوا كل صباح ونديروا داكشي اللي حنا كنبغيو ونكونوا في علاقات متوازنه مع الناس اللي عزاز علينا. غادي نعطيك واحد المواقف اللي تقدر تطبق فيهم هاد النظريه تخليهم بعينيك مغمضين. مثلا مع شريك الحياه ديالك، الا كان كيتعامل معك بواحد الطريقه اللي ما زويناش وشرحتي ليه ما مره ما جوج الامور اللي ما كتعجبكش، خليه. ما تبقاش تخرج الطاقه ديالك على حوايج اللي انت ما تقدرش تكونتروليهم. انتي ولا انت تحكم في السلوكيات ديالك فقط، ولا انت تبدلتي كون متاكد 100% ان الطرف اللي انفاصلك حتى هو غادي يتبدل. ولكن تمشي تكونتروليه قبل ما تبدل راسك، هنا غلط. التغير ديالو ماشي واحد الحاجه مضمونه. اختار راحتك النفسيه، اختار راحه بالك وخليه. مثلا في الخدمه عندك واحد الشخص ولا واحد البنت مثلا اللي كتبقى ديما تطيح منك وكتستفزك، خليها، ما تجاوبيهاش، تجاهليها وخليها. لان هذاك الشخص كيتغذى على لي رياكسيون ديالك، كيتغذى على ردات الفعل ديالك، وقد ما انت عطيتي ردات فعل قد ما كيفرح وقد ما يقدر يزيد يأذيك. ولكن الا تجاهلتيه ولا تجاهلتيها فانت كتخليه يحبس في بلاصتو وكتطبقي النظريه تخليه وكتكسبي راحه بالك. اكزامبل واحد اخر في العائله، كنتي مثلا في واحد المجمع عائلي وكيبقاو دائما يسولوك واحد الاسئله غير لائقه، ديري براسك ما سمعتيش وخليهم. ما تدخليش في جدال وفي نقاش وعلاش سولتوني وماشي سوقكم اكسيتيرا. انت غتكوني قلتيها ما مره ما جوج، ولكن الناس ما تفهموش راسهم، خليهم. تحكمي انت في التصرفات ديالك، ما تحكميش في الافكار والتصرفات ديالهم هما. ومن تماك كوني متاكده ان الراحه ديالك غادي تبدا، ان الناس غادي ينساوك وما غاديش يبقاو يضغطوا عليك بحال الاول لانك طبقتي نظريه خليهم. ميم مع راسك، الى راسك دائما كيطيح منك، الى راسك دائما كينتقدك، خليه. خليه. بركه من جلد الذات، بركه ما تبقاي تطيحي من راسك. ما نجحتيش ماشي مشكل، تعلمي وزيدي القدام. ما تبقايش واقفه على كل موقف وكل تجربه وتاثري على راسك بطريقه خايبه.
كوني متاكده 100% باللي الا طبقتي نظريه let them theory ولا نظريه خليهم، فانتي اولا كسبتي راحه بالك، ثانيا الثقه ديالك في نفسك غادي تطلع بواحد الطريقه اللي انت غادي تصدمي منها، لانك ما غتبقايش تضغطي على راسك، ثانيا ما غتبقايش تجري من مورا الناس اللي ما كيستحقوكش، ثالثا غتعطي قيمه لراسك، ورابعا غادي تشري السلام الداخلي ديالك، وما غتبقايش تخرجي الانرجي ديالك على اي حاجه، غتولي انت كتسليكسيوني هادي عندي على لو كونترول نقدر نتحكم فيها مرحبا نخدم عليها، وهادي ما عنديش عليها لو كونترول ما نقدرش نتحكم فيها وما نقدرش نبدلها خليها. وابتداء من النهار الاول غادي تحسي بحال الا واحد الحمل طاح من كتافك، وغادي تكونسونطري غير على راسك، وما غتبقايش تجادلي ولا تخاصمي ولا ديري في حياتك مشاكل، بالعكس غتكوني راضيه على راسك ومرتاحه وكتخلي الامور هي اللي كتجي لعندك. وإلا كنتي كتسائلي شنو هما الخطوات البسيطه اللي نقدر نطبق كل نهار باش نكون متاكده انني غادي نعيش بنظريه خليهم، اول حاجه غادي تاخدي ورقه وستيلو وغادي تكتبي شنو هما الحوايج اللي كتبقاي انت دائما تحاولي تكونتروليهم، واش ولادك، واش شريك الحياه، واش في الخدمه، واش واحد الشخص معين، واش الاهل ديالك، واش الاخوه ديالك اكسيتيرا. خصك تعرفي شنو هما الحوايج اللي انت كتحاولي تحكمي فيهم. ثانيا غادي تكتبي وغتدوري شنو هما الحوايج اللي انت ما تقدريش تحكمي فيهم، وكوني متاكده غتلقاي داكشي كامل، وغتاخدي واحد ليسباس اخر شنو هما الامور اللي انت اللي عندك عليهم لو كونترول، اللي منهم الافكار ديالك، لي كومبورطمون ديالك، الطريقه باش كتعيشي، الهضره ديالك مع راس. دونك كاستنتاج تقدري تحكمي غير في راسك وما تقدريش تحكمي في الناس. فين ما تحطي في شي موقف خارج على السيطره ديالك واللي ما تقدريش تحكمي فيه، تنفسي وقولي انا خليتك، ما جاوبتينيش، ما عاملتينيش مزيان، خليتك، هدرتي عليا بطريقه خايبه، خليتك، تعاملتي معايا بطريقه خايبه، خليتك، ما قدرتينيش وما احترمتينيش، انا كنختار انني نخليك. ومن تماك غادي تبداي ترتاحي وغادي تفهمي بان راحه البال ديالك انت اللي غتقدري تحكمي فيها، وانت اللي غادي تقدري توفري لراسك احسن حياه ممكنه بدا جست بساط جدا. تختاري راسك وتخلي الناس يديروا فيك داكشي اللي بغاو، ذكاء ماشي استسلام. تاخدي لو كونترول ديال حياتك وتحطيه على راسك باش توصلي لاحسن نسخه من نفسك، هذا هو القرار الصائب. نظريه خليهم تقدر تعتق حياتك من الحزن، من خيبات الامل، من الاكتئاب، ومن بزاف ديال الامراض النفسيه اللي تقدري انت تكوني مسؤوله عليهم. حياتك غادي تبدا نهار غادي تختاري راسك، ونهار غادي تحاولي تحكمي في راسك، وغادي تخلي اي حاجه ما اختارتكش، وغادي تخلي اي حاجه كتضرك، واي حاجه كطيح منك ولا كتيريك فيغ لو با غادي تخلي عليها. الى عجبك لا فيديو ما تنسايش ديري ليا لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس باش يوصلك كاع الجديد. غادي نخلي لكم لو كونت انستغرام ديالي جوست ايسي، غادي نبقى نبارطاجي معكم دي زاستوس ساهلين اللي غادي يعاونوكم توليو احسن نسخه من نفسكم. كلنا كنعيشوا هذه الرحله وكلنا خصنا نحاولوا ما امكن نطوروا من راسنا ونوليو احسن نسخه من نفسنا. الحياه عباره عن تجارب، عباره عن مواقف، وماشي دائما كنضمنوا انها تمشي في لو سونس اللي حنا بغينا. داكشي باش خاصنا نكونوا مستعدين اننا نعيشوها ونتعلموا فيها ونطيحوا ونوضوا ونتقاتلوا باش نوصلوا للاهداف ديالنا. وما تنسايش قولي في لي كومونتير شنو هما الامور اللي كنتي كتحاولي تحكمي فيهم واللي اليوم غادي تطبقي عليهم نظريه خليهم. شكرا لكم الى بقيتوا حتى لهنا، نتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده من بودكاست ديالكم كلام احلام.